ما تعرفش طيب مقرونه تونسيه؟ تبع الفيديو. اول حاجه حطيت كاس زيت واستعملت طماطم الزمنيه دوبل كونسونتري منتوج تونسي، لونها ما شاء الله وما فيهاش قروصي. حطيت الدجاج ولا تنجم تحط اللحم كل قدير وقدر. زوز مغارف طماطم زمنيه، فواحد تابل وكرويه وشويه كركم. فحاتي كالعاده من عند كابيس العاده. نحط المكونات الكل على النار ودوب الليش قليته. برجوليه طماطم طياره ما تستحقش تتقلى. نمرق بالماء السخون، الملح حسب الذوق، ونحط مغيرفه فلفل احمر وريحتين رند وقرن فلفل شاي. المقرونه التونسيه تحب بزيت فول، نقص عليها الغاز، نغطيها ونخليها تطيب. الماء اللي باش تصمت فيه المقرونه لازم يغلي، تحط له كاس زيت، شويه ملح والكركم حسب الذوق. ريحه الصوص بسم الله ما شاء الله. الصوص بعد ما تحط لها الفلفل تتبدل ريحتها 360 درجه. الصوص طابت ما شاء الله ووقفت على زيتها. برجوليه مقرونه غوله. وباش تعرف البات طابت والا لا، تاخو كعيبه طيشها على الفايونس، كان لصقت راي طابت، كان ما لصقتش مازالت ناي. المقرونه ما شاء الله طابت، خليها تستقطر بالباهي باش تشرب بزيت صوص. توا نحط الصوص، والمقرونه التونسيه تجي مشخشخه يعني بزيت صوص. ريحه المقرونه بسم الله ما شاء الله تتشم من راس النهج. وهوني تفهم الكاليتي متاع الطماطم والفحات اللي تطيب بهم. وكان عجبك المحتوى ما تنساش تعمل جيم وكومنتير وتتبعني على انستغرام وتيك توك عبد اللي خالد. رعب.